نشوحها يعني نغير لونها، بلية زيت بلية كل شيء. اوكي بدون اي اضافات. بدون اي اضافات. استكان مال ماي، كركم وماي، خبطه، خليه ياخذ لون ذهبي. بعدنا احنا هنا ما حاطين زيت. اوكي اوكي ما حاطين زيت، اخذت اللحمه صارت لونها ذهبي. هسه يجي دور الزيت. حطينا الزيت، حطينا البصل، حطينا المطيبات. وين خليته بالجدر؟ لا بالتبسي، بعدنا بالتبسي ما نروح على الجدر. نقول لك القوز بيصير بالتبسي. يلا تمام تمام. زين خلينا النكهات. طبعا كل كيلو إلى كمية محددة من البهارات، لا يصير إنه يزيد ولا ينقص، لأنه إذا زاد حيكون طعم اللحم كله بهارات، وإحنا لعبنا عراقي يعني ما له داعي هاي السالفة. وإذا أقل حيكون اللحم فاهي ما بي أي طعم. أوكي شوحنا، أخذ البهارات وأخذ البصل والبوتيتا، أخذ الطعم. الكل كيلو قلاصين بس مال مي، تضيف القلاصين، سلفناه، ورق زبدة سيليفون، دخلناه الفرن 3 ساعات، ينام يخفى يطلع ولا أروع. خلاص الناس الفنين اللحم ويا ويا البصل، السوب مالته، ويا السوب، ويا البصل والبوتيتا والهاي والبهارات سلفنا المطيبات، بهاي سلفون وندخله بالفرن. ورق زبدة وسيليفون وندخله بالفرن 3 ساعات. ها ما له علاقة بالسوب، ما له علاقة، يعني ما يتدخل بالسوب. وبعدين هاي القطعة هي قطعة لحم، هي تقوم تذب النكهات مالتها وتشبع. ما تروح النكهات بالمي. من تيجي تسلق اللحم نص النكهات تفقدها بالمي يعني. بس السوب يطلع طيب بالمي. يطلع طيب السوب، ايش فايدة إذا اللحماية ما بيها النكهة المطلوبة يعني. وممكن اوكي مو غلط يعني بالتشريب لازم انه يصير ماي. دا احكي يعني على القوزي بصورة مخصصة. انتي كلش انانية احسك. صح ها طبعاً. انانية ودنغوزة. لا والله